بعد المباراة القوية ضد الإكوادور المنتخب المغربي كيدخل واحد الاختبار اللي جديد، مواجهة ودية ولكن بصيغة تنافسية كبيرة ضد المنتخب الباراغواي. ماتش فيه أسئلة كثيرة، واش المغرب غادي يواصل القوة ديالو ولا الباراغواي غادي يفاجئ الجميع بالتنظيم الدفاعي؟ سلام عليك، اللي دابا تبدر واحد لايك وسبسكرايب باش كل جديد يوصلك، ونبداو مور الانترو. اول حاجه غادي نشوفوها واللي هي التشكيله ديال المغرب المتوقعه للمنتخب الباراغواي. حراسه المرمى بالطبع غادي نلقاو ياسين بونو، اما في الدفاع فغادي نلقاو اشرف حكيمي ونصير مزراوي وشادي رياض واسماعيل باعوف. فغادي ندخلو بسفيان امرابط، نايل العناوي وعز الدين أناحي. اما في الهجوم فغادي ندخلو ابراهيم دياز وعبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي. ودابا غادي ندوزو للتشكيله ديال الباراغواي. حراسه المرمى غادي ندخلو بكرونيل، اما في الدفاع فغادي ندخلو بغوميز، بالوينا واراس ميناد وراميرز. اما في خط الوسط فغادي يدخلوا فيلاسنتي وميلغاريخو. اما في الوسط فغادي يدخلوا بالميرون ودياغو غوميز وانسيسو سانامبريا. ودابا غادي ندوزو الطريقه اللي كيلعب بها منتخب الباراغواي. باراغواي منتخب منظم بزاف ودرجه طحنا معاه، اي كيعتمد على الدفاع المنخفض والاغلاق المساحات والهجمات المرتده السريعه، يعني كيعطيك الكره ولكن كيترقب اي خطا باش يضربك. دابا غادي نعطيو التحليل ديالنا للمباراه. المغرب عنده قوه في الهجوم والاجنحه، التحكم في الكره والسرعه ديال اللاعبين، ولكن المشكله هي الصعوبه ضد الدفاعات المغلقه. اما بالنسبه للباراغواي فعندهم دفاع قوي ومنظم، اي عكس المشاكل ديالنا. زائد عندهم مرتدات خطيره، ولكن النقطه ديال الضعف ديالهم واللي هي ضعف الابداع الهجومي. اذا حنا عندنا الهجوم وهما عندهم الدفاع. المغرب خاصو غير يسجل بكري ويلعب على الاطراف ويسرع الايقاع، والباراغواي غادي تلعب على الصبر والمرتدات. يعني المغرب إلا غير دار هاد الخطوات فيقدر انه يتغلب على الباراغواي، لان الباراغواي كما قلت لكم غادي تلعب على الصبر والمرتدات. المباراه ماشي سهله رغم انها وديه، المغرب داخل باش يفرض القوه ديالو والباراغواي داخله بخطه الصبر والضرب في الغفله. 90 دقيقه غادي يحددوها التفاصيل الصغيره، تمريره غلطه او لحظه عبقريه. بما انها المباراه صعبه ولكن المغرب عنده القوه والتفكير، فالتوقع ديالي لهاد المباراه انها تخرج ب2-1. السؤال باقي مفتوح، واش المغرب غادي ينافسوا بنفس القوه ولا غادي تكون مفاجأة من أمريكا اللاتينية؟ سلام عليك، إلا دابا تبدل واحد لايك وسبسكرايب باش الفيديو الجاي نحللو فيه هاد الماتش كله. وبلا ما نطول عليكم، بيس.